ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتنا المتواضعه وصفات على قد الايد. قبل ما هنبدا الفيديو هنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين. ورمضان ما بيخلاش من الحلويات، والحلويات ما بتبقاش حلوه الا بالسمنه البلدي. فاحنا السمنه البلدي دلوقتي احنا قعدنا بنسمع اسعار يعني رهيبه، فاحنا عاوزين بقى نعمل سمنه بلدي تبقى موجوده عندنا في البيت وباسعار كويسه شويه، يعني شويه مش قوي. يعني هنعمل ايه؟ ده كله لبن لسه جاي من عند اللبان بخيره، ما غلانوش ولا محشناش منه اي حاجه. عندي هنا ده وش اللبن انا بجمعه وبحطه في الفريزر. ده بقى اللي هيديكي طعم السمنه البلدي اللي ايه اللي على اصولها. معايا هنا علبه سمنه، دي سمنه كريستال، مش شرط سمنه كريستال، اي سمن اي سمن. ديت علبه سمنه كريستال كيلو. وعندي هنا برضو زبدة كريستال، مش شرط زبدة كريستال برضو، اي زبدة. يعني مش عشان انا جايبة كريستال ودي كريستال يبقى كله يبقى كريستال. انا جبت اللي لقيتها موجودة يعني. فاحنا هنجيب الاول دي ودي، وتعالوا معانا على ايه، على البوتاجاز اقول لكم هنعمل ايه. حاطين حلة كبيرة حبتين، يعني مش كبيرة شوية، كبيرة حبتين، علشان السمنة بتاعتنا هتغلي واحنا ما احناش عاوزينها ايه تفور مننا. هنحط القالب الزبده بتاعنا الاول كده، هنسمي بالله. انا لسه بجربها معاكم لاول مره، يعني ناس كتير عملتها وشكرت لها، وانا هجربها معاكم وان طلعت كويسه هتلاقوا الفيديو نزل لكم. يعني لو طلعت كويسه هتلاقوا الفيديو نزل. هنسمي بالله وهنحط الزبده بتاعتي. هنحطها الاول على النار تسيح اهو. هنلف بقى ايه اللي في الكيس ده، ما تسيبيش فيه حاجه، احنا يعني بنعمل بديل السمنه البلدي. هنحط هنا الزبده بتاعتنا اهي، وهنفض برضو علبه السمنه بتاعتنا كمان، هنفضها كده مع الايه، مع الزبده، ونسيبهم الاتنين يسيحوا تماما. انا هفض ديت واسيبها تسيح خالص، وهاجيلكوا بقى اقول لكم احنا هنعمل ايه. ساحت فكت خالص اهي، السمنه مع الزبده كلهم فكوا مع بعض اهو. هنعمل ايه؟ عندي هنا وش اللبن، هروح منزله وش اللبن بتاعي ده هنا كده. عندك بقى كميه اكتر من كده يعني يبقى يا سلام. في ناس بقى بتجيب روح السمنه البلدي دي اللي بتديلها طعم، بتديلها طعم كمان زي السمنه البلدي. حطينا وش اللبن اهو. هنيجي هنا بقى نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب المصري يفتح اللبن ببق. هنروح جايين مفضين كله اللبن، عايزه تحط اتنين حطي، بس انا هحط كل واحد بس عليه. كل اللبن ده لسه جاي بخيره، لا اتغلى ولا اي حاجه. احنا بقى هنسيبه هنا بقى كده، وتوطي عليه خالص، وتسيبيه زي الشمعة بقى كده يغلى مع نفسه، زي ما يكون انت بتسيحي سمنة بلدي. شوفي لما انت حطيتيها عليها بقت عاملة زي ما يكون الزبدة ساحت وبدأت ايه تتجمع معايا. هتوطي عليه زي الشمعة، وهنحط عليه معلقة ملح صغيرة ماشي، وهنوطي عليه بقى ونسيبها كده بالراحة، وهوريكم المراحل بتاعتها واحدة واحدة كده واحنا شغالين. شوفوا بقى منظرها، ماحناش هنطفي عليها بقى. تشوفي هي عاملة رغاوية اهي، ماحناش هنطفي عليها الا لما الرغاوي دي تروح خالص اهو. وبدأت تعمل معانا المرتة اهي اللي بتبقى في الأرضية بتاعت السمنة العادية. ما بتيجي تسيحي الزبدة بقى أو تسيحي الزبدة الفلاحي اهي، ايدك بقت فيها وموطية النار خالص على أقل من مهلها خالص، والحلة كبيرة علشان ما تفورش منك، عشان احنا حطينا عليها لبن أو الزبدة عامة بتلقاها تفور عشان ما تفورش منك على البوتاجاز. هنفضل نقلب فيها كده واحدة مع التانية لغاية ما الرغاوة دي كلها تروح وتعمل معانا الزبدة بقت أو السمنة البلدي اللي الناس كلها بتحتاجها في الحلويات بتاعة رمضان. يعني معلقة من السمنة البلدي دي بتغني عن كل حاجة. يا رب كده الفيديوهات تكون بتعجبكم، واللي لسه ما اشتركش معايا يعمل لي اشتراك، واللي لسه ما فعلش الجرس يفعله. ولو انت نسيتي تحط اللايك ووصلت لغاية هنا، حط لي لايك واعملي لي كومنت حلو
اللايك بيرفع الفيديو يا جماعة، يعني برفعه لناس كتير تشوفه، بس يعني ما هوش لا بفلوس ولا بحاجة. نستنى بقى لغاية ما تنتهى كده معانا. شوفوا بتغلي بسيط عشان موطية عليها خالص اهي. شوفوا هتبدأ بقى لغاية ما الرغاوي ديت تروح خالص، هتبقى بقى كده استوت. هتحوش الرغاوي من عليها، تسيبها كده لغاية ما الرغاوي تختفي من عليها، وتعمل المرتة معانا تحت والسمنة بتاعتنا تفصل بقى كده وتبقى طالعة لوحدها. هنسيبها بقى ونرجع لكم تاني، نوريت لكم كده يعتبر في نص المرحلة. هنسيبها بقى لغاية ما تكمل، ونرجع لكم تاني نوري لكم الشكل بتاعها النهائي. بصوا بقى وصلت للمرحلة اهي، ان كده مرضية. يعني الرغاوي البسيطة اللي فوق دي هنلمها، المرتة تحت اتجمعت اهي اهي. هي صفرة شوية علشان الزبدة بتاعتي صفرة، والسمنة بتاعتي كمان صفرة. يعني انت لو جبت سمنة روابي بالقشطة، او روابي اللي هي الفاتحة ديت، هتبقى جميلة معاك. هنسيبها بقى لغاية ما تهدى شوية عشان اعرف اعبيها في البرطمان بتاعي، او في العلبة اللي انا هعبيها بيها. وهرجع لكم بقى بالشكل النهائي بتاعها. الرغاوي دي بقى اللي عليها دي مش رغاوي، دي الوش بتاعها بتاع المرتة بتاعتها. هيتلم كده بقى ونخليها صافية كده ورايقة اهو. خليها صافية ورايقة كده. ده تتلم في جنب. ودي السمنة بتاعتنا، المرتة بتاعتنا تحت اهي. انا مش عاوزاها تاخد لون اكتر من كده، يعني لما تكون فاتحة بتبقى جميلة. استنى بقى لغاية ما هي تهدى واعبيها، ووريكم بقى شكلها بعد بقى ما تتعبى هيبقى شكلها عامله ازاي، والترميله بتاعتها كمان شكلها عامله ازاي. شوفوا بقى السمنه بتاعتي والزبده بعد ما سيحتهم، يبقى شكلها بقى تحطها في التلاجة عشان تجمد اهو. عملت لي الكميه دي، يعني ما شاء الله. البرطمان ده يجي لي كيلو الا حاجه بسيطه، وده كمان كيلو. يعني دي كان محطوط فيها قالب الزبده، شطفتها وغسلتها غسيل حلو هي والبرطمان، وفضيت فيهم، بس هي مجمده. ف... فمش هعرف اوريكم الترميله بتاعتها. ودي المرته بتاعتها بقى اللي طلعت اهي. يعني شوفوا التكله، تشوفوا السمنه والسمنه. انا بقى ما بحبهاش خشنه كده، فانا بضربها في الخلاط بشويه لبن، تبقى ناعمه وجميله زي اللي بتشترى من بره. هضربها في الخلاط واوريكم برضو شكلها عامل ازاي لما السمنه بتاعتي تفك شويه، واوريكم الترميله بتاعتها وريحتها تحفه وجميله وخطيره. يعني جربيها ومش هتندمي. هضرب المرته ديت في التلاجة، في هضرب المرتة في الخلاط مع شوية لبن، هتلاقيها ناعمت كده وبقت جميلة. وهوريكم شكلها. شوفوا بقى لما ضربتها في الخلاط، خدتها كده بشوية لبن، بقت فاتحة وحلوة. وحطيت لها ذرة ملح علشان يبقى طعمها حلو، عشان هي كانت عدبة مني. افضها بقى في علبة. شوفوا بقى شكلها لما اتضربت في الخلاط بشوية لبن كده جميلة. ما بحبهاش قطع كبيرة كده، بتبقى جميلة بقى. يا سلام بقى كده على لقمة عيش، تعملي كده سندوتش منها اهي. دي المرتة بتاعتنا، ودي السمنة زي ما قلت لكم، على ما تسيح بس شوية عشان لسه مجمدة اهي، عشان كنت حطاها في التلاجة تسيح شوية. واوريكم بقى الترميلة بتاعتها شكلها عاملة ازاي.
السمنه بتاعتي اهي، بعد بقى ما طلعتها من التلاجة هوريلكم بقى الترميله بتاعتها. شوفوا جميله جدا يعني الصراحه. انا عمري ما هنزل لكم حاجه. شوفوا شكل السمنه اهي، مرمله خالص، جميله اهي. والبرطمان برضو اهو، شوفوا البرطمان برضو نفس النظام اهو. شوفوا الترميله، شوفوا ثواني، شوفوا ترميله السمنه يعني الصراحه جميل. والمرتة بعد ما ضربتها في الخلاط وعملت شويه اهي، يعني ما بنصبرش بقى، لازم ناكل منها الحاجات اهيت. يا رب الفيديوهات تكون بتنال اعجاب، والفضل يرجع برضو. انا جربتها مطبخ ماما جيهان عملتها، وانا قلت لازم اجربها بطريقتها، وان طلعت كويسه هوريها لكم. هي قالت لي كويسه، بس انا قلت برضو هجربها عندي علشان اوريها لكم واوري لكم المنظر الرهيب بتاعها ده. هتنفع للحلويات، عندك الكحك والبسكوت بتاع العيد، كل سنه وانتم طيبين. يعني الفيديو هينزل لكم متاخر شويه، بس مش شرط يعني الحلويات، ما انت عندك الكحك والبسكوت. يعني شوف الترميله بتاعت مطبخ ماما جيهان عملتها، وانا قلت هجربها عشان اشوفها حلوه ولا لا. فيا رب الفيديوهات تكون بتنال اعجابكم، ويكون احنا دايما عند حسن ظنكم. ولو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك، حطوا لي كومنت حلو، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.